تعالوا مع بعض نعمل أجمل وأحلى وأصح سناكس نعمله في البيت بخطوات بسيطة جدا ومش مكلف خالص. بس لو جبناه بره كالعادة أي حاجة جاهزة بتبقى بأضعاف سعرها. الذرة الحلوة جميلة جدا، مسلوقة أو مشوية على حسب ما تحبي، جميلة جدا ورخيصة ومش مكلفة ومغذية جدا. وطريقتها سهلة وما بتاخدش وقت خالص. فيلا بينا على الفيديو علشان نشوف الذرة الجميلة دي عملناها بالجمال ده ازاي واديتنا الطعم ده الجميل دوت ازاي. يلا بينا على الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين حله على النار وفيها نصها ميه بتغلي، فانا هجيب دلوقتي على الميه اللي بتغلي ديت حوالي ربع كوبايه حليب لبن. وهجيب معلقه سكر كبيره ومعلقه سكر ومعلقه ملح صغيره او معلقه الا ربع ملح صغيره واحطهم على النار مع الميه اللي بتغلي. نسيت اقول لكم برضو المفروض نحط قطعة زبدة بمعدل يعني معلقة كبيرة كده في قلب المية تغلي معاها. احنا لما حطينا اللبن طبعا اللبن كان مش سخن فهدى حرارة المية اللي بتغلي، فهنستنى تغلي من تاني ونحط قطعة زبدة معاها. وممكن نعملها بطريقتين، نحط قطعة الزبدة في المية المغلية مية السلق بتاع الذرة، يا إما بعد ما نطلع الذرة بعد ما يتسلق بنسيح قطعة الزبدة وبندهنها على الوش. هنستنى لغاية ما المية تغلي وبعدين نسقط الذرة فيها. أنا هعمل الزبدة لما يستوى الذرة وعلشان أستفاد بكل الزبدة على الذرة ما تروحش وتتدلق مع المية مش هستفاد منها. فأنا بعد ما أطلع الذرة من مية السليق دي اللي هي الملح والسكر والمية واللبن، بعد ما اطلع الذره هبقى اسيح الزبده وادهنه بيها عشان استفاد بالزبده في كل حته في الذره. انا عندي اهوت الذره بتجيبيه من اي حد من السوق، او بيبقى فيه اللي هو المغلف في الاطباق اللي هي ملفوفه بالنايلون، او بتجيبيه اللي هو المعلب بس بتغسليه الاول من المحلول بتاعه بتصفيه كويس. انا دلوقتي الذره بتاعنا البلدي ده الناشف ده انا هقشره من كل الشعر اللي فيه ومن الغطا الاخضر اللي فيه ده. انا كده خلاص نضفت الذره وقشرته من الشعر اللي فيه والورق الاخضر اللي فيه. هبدا ان انا اقسم كل واحده على حسب حجمها 2 أو 3 ونسقطها مع بعض في الميه المغليه لمده حوالي 10 دقايق كده. وبعد كده نطلعها نسيح الزبده ونملسها عليها بالفرشه عشان نقدر ان احنا نستفاد بالزبده في كل حبايه من الذره. ولو عايزه تحطي الزبده في الميه عادي حطيها، بس انا حبيت استفاد بالزبده في كل حبايه من الذره. تمام. انا قطعتهم كده القطعة ديت متوسطة ولا كبيرة ولا صغيرة. هناخدها بقى ونسقطها في المية. انا كده سقطت الذرة في المية، هسيبه يغلي لمدة 10 دقايق وهغطيه وبعدين نرجع له. كده انا طلعت خلاص الذره معايا من الميه اللي هي احنا حاطينها، كانت اللبن والسكر والملح والزبده، يا اما زي كده ما انا عملت سيحت معلقه زبده كده في كوبايه، وهبدا ان انا ادهن الذره واحده واحده من كل الجوانب بتاعته بالزبده عشان اضمن ان كل حته كل حبايه ذره شربت من الزبده. فهي دي كانت النتيجه بتاعته بعد ما اتسلق. هناخد حته حته بقى قطعه قطعه وندهنها بالزبده، بس لازم ندهنه هو سخن كده عشان نضمن ان هو اتشرب الزبدة كلها. احنا كده خلاص خلصنا الذرة ودهناه بالزبدة بتاعتنا السايحة. وعلى فكرة ممكن ان احنا نجيب القطعة ونقسمها ل4 ونحطها في الاير فراير اللي عنده، او نحطها في الشواية بتاعة الفرن، ودي بتبقى زي اللي بتيجي ساعات مع السندوتشات الجاهزة اللي بره زي مثلا مطعم وهمي بتاع البرجر بيعملها. فلو عايزين تاكلوها كده مسلوقة ومدهونة بالزبدة تمام ماشي. لو عايزين تاكلوها بقى اللي هي المشوية بالزبدة بتحطوها في الاير فراير او في الشواية بتاعة الفرن. تمام. وممكن تزودوا بقى النكهات اللي انتوا حابينها عليه. تمام اهو ده كان المنظر ودي كانت النتيجة. جميلة طبعا. هندوقها سوا مع بعض. شوفوا الحباية بقت طرية ازاي. سهلة في الاكل بتاعها طبعا.
هندوقها ونشوفها. بجد طعمها تحفة جدا جدا، مسلوقة كده بالنسبة لي أحسن، طعمها جميل جدا. وبعدين الذرة مفيد طبعا، واحنا عاملينه على ايدينا في البيت، عارفين عاملينه ازاي وحاطين عليه ايه. فدي كانت النتيجة بتاعة السناكس الذرة الحلوة. التزموا بنفس الخطوات دي عشان تطلعوا ذرة جميل وصحي وطعمه تحفة، أحسن من بتاع بره ب100 مرة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسكو عمر. مع السلامة.